السلام عليكم. النهارده هنعمل الفته. طبعا الفته دي بيكون لها طرق كتير، في ناس بتعملها بالخل والثوم وفي ناس بتعملها بالصلصه بس. النهارده انا هعملها بالخل والثوم والصلصه بطريقه حلوه جدا. انا بعملها على فكره بكذا طريقه، بس الطريقه دي انا يعني معتمداها كده ليا فتره وبعملها دايما بيها. يلا مع بعض نسمي الله ونشوف طريقتنا ايه. اول حاجه هبدا اعملها سلق اللحمه. معايا لحمه وبصلتين كده وسط، انا مقطعاهم تقطيعه كبيره، وورق لورا وحبهان وملح وفلفل وكزبره. ودلوقتي هجيب الحله اللي هسلق فيها، هجيب واحط لها معلقه سمنه. طبعا لو في ليا يكون افضل، قطع ليا كده تقطعيها صغير وتحطيها وتسيح وبعدين تحطي اللحمه، بس ما كانش عندي فانا حطيت معلقه سمنه. ودلوقتي حطيت اللحمه وبحمرها. طبعا افضل انواع اللحمه في الفته بتكون منطقه الرقبه، بتبقى حلوه جدا في السلق. ودلوقتي اهو بحط الورق اللورا والحبهان والملح والفلفل، بديهم كده تشويحة مع اللحمة، وبوسع كده اللحمة كده في النص، وعشان احط البصلة كمان هحمرها معاها. سلق اللحمة بالطريقة دي بتخلي طعم الشوربة حلو، انك تحمري اللحمة في الاول كده مع السمنة وبعدين بتحطي المية. انا دلوقتي حطيت البصلة، مش بحمرها كتير، انا بقلبها كده تقليبة مع اللحمة وبعدين بحط لها المية. يفضل كمان المية هنا تكون سخنة عشان اللحمة معايا كمان ما تزفرش، يعني المية سخنة واللحمة برضو سخنة. والنار انا هنا معايا عالية، انا ما وطيتش النار خالص، لاني لو وطيت النار اللحمة هتنزل مية. انا بس بديها صدمة كده وبحمرها وبعدين بحط لها المية اهي دلوقتي، وبغطي عليها الحلة. الحلة انا استخدمتها حلة بريستو لاني كنت مستعجلة. طبعا تقدري تسلقي في اي حلة تاني مفيش مشكلة. ودلوقتي هحضر لباقي مكونات الفتة. جبت عيش وقطعته قطع صغيرة كده ورشيته رشة من الزيت وهحطه في الفرن. ودي مكونات الصلصة اللي انا هستخدمها. معايا هنا عصير طماطم زي 4 طماطمات كده، ومعايا فلفلتين كده كبار قطعتهم صغير، ومعلقة صلصة، ومعلقة كبيرة من الثوم. وكمان معايا هنا البهارات، معايا ملح وفلفل وكزبرة وكمون وشطة. البهارات انا عندي دي انا خلطاها كده مع بعض وعاملاها خلطات. لو هتستخدمي بهارات منفصلة يبقى تستخدمي، هيكون معايا نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الفلفل، ونص معلقة من الكزبرة. والشطة دي زي ما تحبي، عايزة تزودي او تقللي زي ما انت عايزة. ودلوقتي هجيب حلة واحط لها معلقة سمنة صغيرة، وبعدين بحط عليها كمان معلقة الثوم الكبيرة، وبنزل بالبهارات اللي قلت لكم عليها، بحمرهم كده تحميرة بسيطة. وبعدين بحط الفلفل. الفلفل مش بقلبه كتير، بقلبه تقليبة بسيطة. وبعدين بحط الطماطم. لو لاحظتوا انا ما حطيتش هنا الخل، المفروض ان انا احط الخل بعد الثوم على طول، بس انا بفضل ان انا احط الخل بعد ما اخلص الطماطم تتسبك يعني. لان الخل لما باجي احطه بعد الثوم على طول مباشرة كده على النار ممكن يتعب المعدة ويعمل حموضة، فالافضل تخلوه في الاخر خالص. ههدي النار على الحلة واغطيها واسيبها تتسبك. وهروح احضر للدقة اللي هسقي بيها العيش. معايا معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وحوالي ربع كوب من الخل، ومعلقة من الملح والكمون والكزبرة والشطة. هجيب حلة واحط معلقة صغيرة من السمنة، وهنزل عليها بمعلقة الثوم وكمان البهارات، الكمون والكزبرة والشطة والملح. هقلب كل الخليط كده مع بعضه، هحمره تحميرة بسيطة. وخلوا بالكم بقى في التركية اللي انا هقولها لكم دلوقتي، انا هنا مش هطفي الثوم بالخل ولا الشوربة. هجيب كبشة من الصلصة اللي انا عملتها، هاخد كبشة واحدة بس كده منها وهحطها على الثوم. صلصة الطماطم دي لما بنحطها على الدقة ونسقي بيها العيش بتدي طعم حلو جدا للعيش. ودلوقتي هحط الشوربة. انا مش هكتر الشوربة كتير، هحط على قد مقدار العيش اللي انا عاملاه. خلوا بالكم كمان للتركايه التانية اللي انا هعملها دلوقتي. بعد ما حطيت خلاص كده، حطيت الشوربة على الدقة، هشوف الصلصة معايا هنا اتسبكت خالص، فهاخد كبشة من الدقة اللي انا عملتها
واحطها على الصلصة. وكده معايا الصلصة جاهزة. الطريقة دي خلت لي طعم الدقة والصلصة طعمهم حلو جدا. ودلوقتي هحضر للفتة. هجيب طبق واحط فيه العيش المحمص، وبعدين بجيب الدقة اللي انا عاملاها الشوربة وبحطها كده على العيش وهي سخنة، والعيش طبعا متحمص. طبعا اللحمة بعد ما اتسلقت معايا انا عملت الرز، بس مقطع الرز اتحذف. عملته بطريقة حلوة جدا. عملته، جبت حلة وحطيت فيها زي معلقة زيت كده، وحطيت لها حبهان وورق لورا مطحونين وحمرتهم، وبعدين نزلت عليهم بشوربة اللحمة. واول ما غليت الشوربة حطيت عليها الرز وهديت النار عليه لغاية ما الرز استوى، وكان بالشكل الحلو ده. عايزه اقول لكم ان الرز كان طعمه خطير. وكمان لو عندك ليا بيبقى طعمه احلى، يعني تحطوا الليا في الاول مقطعه كده صغير، وبعدين بتحطوا عليه الحبهان ورق اللورا والشوربه، وبعدين بتحطوا الرز. بس انا ما كانش عندي فحطيت زيت. ودلوقتي اهو انا بحط الرز فوق العيش. وفي طريقة تاني كمان بعملها، انا ممكن احط الصلصة فوق العيش وبتدي برضو طعم حلو. يعني انا بحط العيش الاول وبعدين الصلصة اللي انا عاملاها وبعدين بحط الرز. بس انا في المرة دي انا غيرت كده وحطيت الرز فوق العيش. وعلى فكرة في شوية شوربة كده في العيش، ما تقلقوش، انا حطيت الرز عليه كله بيدخل في بعضه وبيدي طعم حلو جدا. ودلوقتي حطيت الرز كله كده في الصينية وبسويه عشان هحط الصلصة من فوق. تقدروا كمان تخلوا الصلصة على جنب في طبق كده لوحده وتغرفوا على قد ما انتوا عايزين. بس انا هنا حطيتها فوق الرز، يعني بعمل شكل كده. مش قادرة اقول لكم على الريحة والطعم خطير. جربوا الوصفة دي في العيد ان شاء الله وقولوا لي رأيكم فيها ايه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. انا هنا بصوا بحط الصلصه، انا كنت ناويه احطها كده على الحروف بس، واحط اللحمه في النص، بس انا صراحه الصلصه كانت عجباني جدا فروحت فرشتها في الصينيه كلها بيضه من فوق وحطيت عليها اللحمه. كمان في طريقه للحمه في تحمير اللحمه، انا حمرتها عادي، بس في كمان طريقه حلوه. احنا لو خدنا من الصلصه دي اللي احنا عاملينها وحطيناها كده على اللحمه وحطيناها كمان في الفرن، هتدي طعم حلو جدا، يعني من نفس الصلصه اللي احنا عاملينها دي، ما يعني زي كبش الصلصه كده، وحطيناها على اللحمه كده تبلناها وحطيناها في الفرن هتدي طعم حلو. انا هنا حطيت لها شويه سمنه من فوق من الطاسه اللي انا كنت حمرت فيها، بس انا دي كنت محمره تحميره عاديه اللي هي في الطاسه، وسمنه وملح وفلفل. وعيد اضحى مبارك عليكم وعلينا. اسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره لي ولكم، وان شاء الله السنه الجايه نكون كلنا كده محققين امنياتنا. وكل عام وانتم الى الله اقرب.